واش الخوت قبل ما نبداو بغيت نقول لكم باللي جزء كبير من المواضيع ديال هذه القناه كيجيو من الافكار ديالكم نتوما، بحال مثلا الفكره ديال هذا الفيديو اليوم. ما بقيتش كنزل بزاف نظرا لقله المواضيع اللي وليت قادر نهضر عليها، فاذا كان في بالك شي موضوع تبغي تشوفه في هذه القناه هذه يكون غريب ولا مرعب، وايضا اذا عندك قصص طراو لك نتايا ولا شي حد اخر صيفطهم لي في هذا الايميل هذا. Was found on the side of Blue Rock Road early last week. Police say the deer was found standing and staring off into the distance. زومبي الغزلان. الناس اللي طلبوا مني نهضر على هذا الموضوع فريمون باغيين مني الخدمه، يعني كميه ديال الناس اللي قال لي دوي على زومبي الغزلان وقول لنا واش بصح ولا لا، واش يقدر ينتقل البشر، راه بزاف. وما تخافوش جبت لكم موضوع كامل غير على هذا المرض هذا وشنو كيدير في الحيوانات، وايضا واش يقدر يعادي البشر ولا لا، واش الى عاداهم غادي نوليو زومبي حتى حنا ولا لا. والجواب لا يبشر بالخير. anyway فيديو فيه ما يتقال وفيه ما يتشاف ايضا، حيت شو انا كنهضر غادي نوريك لقطات وتصاور وفيديوهات من هذا المرض هذا اللي كيصيب الغزلان كيفاش كيردوهم دايرين، ايضا التصرفات اللي كيبقاو يديروها. فداكشي علاش كنحذركم من دابا اللي كيتقرف من دوك المشاهد ولا كيعيف، راه هذا الفيديو غادي يكون عامر غير بهم، سو غير حدي راسك وصافي. وقبل ما نبداو هذا الفيديو هذا بغيت نقول لكم شكرا على الدعم ديالكم. الفيديو اللي فات فريمون عجبني الحال كيفاش رياكتيتو، سير الفيديو صاحبي وات واش تشبح حمار. سو الا كان كيعجبك هذا المحتوى هذا وكنتي كتستمتع معايا، خلي واحد لايك واشتراك في القناه، فابور تقدر تحيد بقى ما بغيتي الا غيرتي رايك شي نهار وصافي. بلا ما نطول عليك اكثر يلا نبداو نيشان فيديو ديالنا. زومبي الغزلان هو واحد المرض اللي خطير بزاف اللي كيصيب الحيوانات بصفه عامه، ولكن كيبان اكثر عند الغزلان. وبدا هذه سنين، راه ماشي شي حاجه جديده ولا يلاه دخلات، لا بدا اول مره في ولايه كولورادو. في الناس بداو كيلاحظوا شي حوايج غراب كيطراو في الغزلان، بحال مثلا الغزال طبيعيا كيكون خواف بزاف وخاصه من البشر، يعني غير كيشوفوا شي حد كيهربوا في البلاصه. ولكن لا، دابا الناس ولاو كيشوفوا شي غزلان اللي ما كيهربوش وبالعكس كيهاجموهم بطريقه وحشيه، وهادشي اللي مستحيل انه يطرا، انه شي غزال يدير بحال هكايا. ايضا بداو كيلاحظوا واحد الانواع ديال الغزلان اللي الشكل ديالها غريب، هل اللي كيخرج مثلا غزال عنده جوج ريوس، هل اللي كيخرج مثلا غزال طايحه له عينه ولكن مازال كيتحرك، كيشوفوا غزال مثلا راسو قريب يتقطع بقى له غير شويه ويطيح الارض، ولكن الغزال مازال حي ومازال كيتمشى وكيتحرك، ولكن نورمالمون كون كان طبيعي خاصو يكون مايز ديك الساعه. شي حوايج غراب كيطراو في الاجسام ديالهم اللي ما قدر حتى شي واحد يفسرهم. فالعلماء بداو كيبحثوا شي شويه وكيحللوا الجثث ديال هاد الغزلان الميته اللي ديجا دارت التصرفات هذه، ولقاو عندهم واحد الفيروس مشترك. هذا الفيروس هذا كيعادي وكينتقل ما بين الحيوانات عن طريق الدفان ديالهم ولا المخلفات ديالهم اللي كياكلوها حيوانات اخرين وكيتعاداو حتى هما. فهذا الفيروس هذا فاش كيدخل للجسم ديالك شنو كيدير؟ مثلا كوكتي غزال مثلا يا غزال، اين فوا غادي تتعادى بهذا الفيروس هذا نبلولا ما غادي تحس بوالو كاع وما كيبان لك حتى شي اعراض، حيت الفيروس ما كيقيس لك والو في الجسد ديالك وكيبقى غادي حتى كيوصل لك للدماغ. وتما كنقولوا لك عزيزي الغزال الله يرحمك حيتاش فات الفوت بان يتم الانقاذ ديالك. صافي الفيروس كيكون توغل لك في الدماغ وفي الجهاز العصبي ديالك وكيبدا ياكل لك في الخلايا ديالك شويه بشويه وكيعوضهم بالخلايا ديالو هو باش انت تبقى عايش. كما قلت لكم قبيلات غزال طايره له راسو ولكن هو مازال كيتحرك، ولكن ما كتبقاش قادر تتحكم في الجسد ديالك، وانما كتبدا دير تحركات ما مفهوماش كاع، وكيكون الفيروس هو المسؤول في معظم الحركات ديالك. فقبل ما نعرفوا واش كيعادي البشر ولا لا، اجي نشوفوا منين جا هذا المرض اصلا، واش بصح هادشي هذا هو سلاح بيولوجي، يعني شي حد مخرجه بالعاني باش يهاجم شي دوله ولا باش يقلل عدد البشر من العالم كيف ما ديجا شفنا في الخطه ديال المليار الذهبي، او لا هذا فقط مرض طبيعي وصافي. مثلا فاش قلبت مزيان لقيت معظم الناس كيقولوا بلي هذا المرض هو مرض طبيعي يخرج من التلوث اللي ولا في الطبيعه، فتكون لينا هذا الفيروس هذا في الغابات وبدا بالحيوانات وبدا كينتشر في وسطهم بزاف. واش يقدر يدوز للبشر ولا لا؟ اسمح لي نخلعك شي شويه عزيزي المشاهد، واللي هو يقدر يعادي البشر، ماشي غير يعادي البشر ولا لا، ولكن الفيروس معدي بزاف لدرجه البشر يقدروا يتعادوا بطريقه سهله صاحبي، حتى انت يقدروا يطراو لك نفس الاعراض الا تعاديتي. وباش نزيد نخلع اكثر، ما عرفتش انا اصلا اش باغي نخلعك في الفيديو هذا، ولكن المهم ديجا اصلا كاينين بشر مسجلين على انهم مرضى بهذا المرض وراهم في الطبيب، ولكن للاسف ما كاين حتى شي علاج لهذا الفيروس، يعني مازالين ما عارفين حتى كيفاش كيخدم ولا التركيبه ديالو كيفاش داير، يعني بحال البلان ديال كورونا فاش اول مره خرج ومازال ما فهموش علاش اصلا كيمشي ديريكت للجهاز العصبي ديالك باش يقدر يتحكم فيك ولا ما يخليكش تتحكم في الجسد ديالك مزيان. ما فهمتش. هذا غادي تقول لي باش غادي نعرف راسي فيا هذا المرض هذا؟ اول حاجه كيف ما قلت لك قبيلات ما كتعرفش وانما كدوز واحد المده طويله بين ما المرض كيشد بلاصتو مزيان في الجسد ديالك، من بعد
كيبانوا ليك شي اعراض طفيفه شي شويه، بحال مثلا كتبدا تحس براسك عيان، زيرو انرجي، الوزن ديالك كيهبط بشكل ملحوظ. من بعد غادي تبدا تلاحظ باللي ما بقيتيش كتقدر تتحكم في شي عضو من اعضاء الجسم ديالك، مثلا يديك ما كتقدرش تحرك هكا ولا تزير بها، وكتبقى هكا حتى ما كتقدر دير حتى شي حاجه بالجسد ديالك كله. وفي الاخر كتولي بحال اي زومبي تقدر دير اي حاجه، يعني بحال داكشي اللي كنشوفوه في الافلام والرسوم. يعني تصور معايا هذا المرض يزيد ينتشر اكثر ويقدر يوصل للانسان، راه فريمون غادي طرا كارثه. حيت اصلا كما قلت لكم قبيله راه كيعادي اكثر من كورونا، وشوف غير في كورونا وشنو طرا. اما دابا راه اوكي انا ما بغيتش نتخيل كاع، وعلاش كنضحك ما عرفتش. فا واي اللي لاحظ في هاد البلانات خويا بلا ما تولي زومبي وتجي تبقى تاكلنا كاملين، كون راجل وسير ديريكت للطبيب يديروا لك حجر صحي تماك وبعد علينا العار. وايضا حاجه اخرى اللي بغيت نقولها ولي عارف بزاف ديال الناس كيبغيو يربيو حيوانات اليفه في الدار، بحال مثلا كلاب قطوط. بالنسبه لموالين الدار مربيني انا. المهم الا لاحظتي فيهم هاد الاعراض هادي راه ضروري خصك ديهم من عند شي بيطاري ولا تبعدهم عليك ضروري، حيت كيف ما قلت لك المرض معدي وبزاف. يعني شحال ما يكون عزيز عليك ديك الحيوان راه خاصك تحيدو. وحنا عارفين الكلاب والقطوط الزرقاء يقدروا يهزوا العديد من الامراض وينقلوها لك، فهدي راسك مزيان عزيزي المشاهد، حيت الا حولتي لزومبي شكون غادي يتفرج فيها انا؟ العلماء والاطباء فريمون مرعوبين من هذا الفيروس، حيت كيف ما قلت لكم ديجا كاينين بشر مسجلين فيهم هذا المرض، ولكن مازال ما وصلوش للمرحله ديال انهم يتحولوا بشكل كامل لزومبي، وانما فيهم غير دوك الاعراض اللي كنت قلت لكم قبيلات. فالموضوع كنظن خاصو غير شويه ديال الوقت وغادي يبان لنا اول زومبي منتشر. واحد المركز في امريكا خاص بالسيطره على الاوبئه والوقايه من الامراض خرج بمجموعه ديال التعليمات في حاله هذا المرض انتشر والزومبي خرجوا. كيفاش خرج بتعليمات؟ يعني ما يمكنش يديروا هذا المجهود كامل على شي مرض ما كاينش مثلا، ولا الاحتماليه ديال انه يطرق قليله. كنظن بحال كاين شي حاجه ما قايلينهاش لينا، بحال مثلا وقيلا ديجا بشر تحولوا لزومبي وشافوا داكشي كيفاش داير وفينهم دوك البشر، الله اعلم واش قتلوهم واش جالسين كيديروا عليهم تجارب. anyway هاد التعليمات اللي خرجوها هذا المركز هذا قال لك فيها كيفاش تحمي راسك الا الزومبي انتشروا في هذا العالم هذا. اول حاجه خاصك تكون في شي مخبأ امن، وخاص يكون معاك 3 لتر ديال الماء يوميا لكل فرد معاك في ذاك المخبأ، اولا من الاحسن تمشي تخبى حدا شي بلاصه فيها مياه صالحه للشرب. ايضا خاصك تجمع طعام معلب بزاف حيت ما كيخسرش دغيا، حيت طبعا البشر في هذا العالم تقريبا كلهم غادي يتحولوا وما كاينش اللي غينتج الماكله، فمن دابا خاصك تمشي تجمع الطعام اللي ديجا كاين وتخبعه. ايضا قالوا باللي ضروري يكون معاك فوطات ومواد ديال التنظيف وصابون وداك التخربيق، حيت المرض معدي بزاف وخاصك ضروري تنظف اي حاجه جبتيها معاك وتنظف يديك ديما. وموراها قال لك خاصك شي سلاح اللي تدافع به على راسك، بحال مثلا شي موس هكايا، وايضا راديو كيخدم بالحجره ماشي بالخيط ديال الضوء حيت الضوء غادي تقطع. ولكن اهم حاجه قال لك خاصك ديرها واللي هي تكون مشارك عند واحد القناه سميتها بلاك اونلاين. ناضي صراحه انا بلاصه نشارك فيها. فبغيت الراي ديالكم في التعليقات، واش هذا المرض مرض طبيعي جا غير من التلوث كيف ما كيقولوا، اولا هذا المرض مصنع بشي بلاصه معينه كخطه باش ينقصوا من عدد البشر في العالم باش يحققوا المليار الذهبي اللي كنا قلنا قبيلات، حتى تقول لي شنو بان لي. حاجه اخرى بغيت نهضر عليها قبل ما نسالي الفيديو هذا واللي هي الباج ديالي في فيسبوك متعرضه لواحد الحصار قوي من فيسبوك نفسها وانا محتاجكم. يعني تصور معايا باج فيها 500 كا ولكن الفيديوهات بحرا كيوصلوا ل 10 كا، وهادشي ما كيتقبلوش العقل غير الا كاينه حرب على لاباج. داكشي علاش بغيت اي واحد كيشوف هذا الفيديو في فيسبوك يدير لايك وتعليق كيف ما كان باش نبينوا فيسبوك بلي هذا الفيديو راه مهم وخاصو يتنشر. وايضا الا قدرتي تبارطاجي هذا راه غادي تكون واعره كاع. اما الناس اللي كيتفرجوا في يوتيوب غادي تلقاو الرابط ديال لاباج فيسبوك في صندوق الوصف، ما كرهتش تدخل ودير لايك للفيديو تماك، وهادشي كنقدروا بزاف والله. عموما انا غنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو هذا، ما تنساش تخلي واحد لايك واشترك في القناه، وايضا مشي تشوف فيديوهات اللي فاتوا انا متاكد غادي يعجبوك، هما غيكونوا كيبانوا لك دابا في الشاشه. كان معكم بلاك ونشوفوا فيديو جديد وبيس.